عزومة العيد لازم تكون جميلة ومميزة وشيقة وتفتح النفس. طالعين من رمضان ملناش نفس للأكل، طب يلا بينا نعمل أكلة حلوة أوي 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 هتعجبكم. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وهيا بينا نطبخ مع حنان. ومعانا برامي الرز الجميل ده اللي انتوا شايفينه، وكمان عاملين كباب حلة حلوة أوي يفتح نفسكم الأكل. طبعا كان بقى الرنجة، كان السردين، كان الفسيخ، اللي كانوا بقى كان الأملاح. عايزين ناكل بقى أكل حلو كده. عيد بقى لسه، كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. وكمان عاملين بطاطس بطريقة خطيرة خطيرة وخفيفة قوي، أكل خفيف وسريع. ولذيذ ولذيذ قوي 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 كمان وحلو. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الأكل الجميل ده ازاي. طاسة على النار، طاسة تكون غويطة بس كده شوية، معلقتين سمنة، معلقتين سمنة أي كان، أو ممكن زيت كمان. ومعايا لحمة، أي كمية لحمة عندك قطعيها بقى مكعبات كده صغننة شوية. أنا مش مقطعها صغيرة خالص علشان لما تستوي يبقى فيها لحمة. لما بقطعها صغننة خالص بتدوب في البصل. كباب الحلة لحمة بصل بس. قطعتها كده، سخنت السمنة قوي وطشتها فيها علشان تعمل لها صدمة. دي أول خطوة، تديها صدمة بقى كده وتاخد لون كده جميل. يلا بينا غطيها بقى علشان ايه تتبخر، هي تتبخر بس منها فيها. وعلى قد كمية اللحمة، يعني انت مثلا هتحط نص كيلو لحمة، نص كيلو بصل. هتحط كيلو الا ربع، كيلو الا ربع لحمة، كيلو الا ربع بصل. ممكن تقللي شوية لو مع يعني ايه. دي حاجة ترجع لك، دي حاجة ترجع لك، بس هي كل ما تبقى بصلها كتير تبقى احلى. هقطع البصل كده مكعبات، وايدي اهو زي ما انتم شايفين كده. ايدي على طول في ايدي على طول في اللحمه، اقلب اقلب عشان ما تلزقش مني ولا حاجه. نزلت بالبصل بقى كله مرة واحدة. فلفل اسود 7 بهار، معلقة صغننة ومعلقة صغننة، وملح. هو ده اللي انا هحطه بس في كباب الحل. يلا ايدنا برضو فيها، ايدنا ما تتشالش من ايديه، وكل شوية تقلبي، كل شوية. مش هحط دلوقتي مية ولا اي حاجة. لما تاخد بقى لون كده الاول وكله يتجانس كده ببعضه، كله يدخل في بعضه البصل مع اللحمة. كل شوية قلب، كل شوية زي ما انتوا شايفين كده. ايدي فيها عشان ما تاخدش لون قوي وتتلسع معاه. غالية الكتل، غالية الكتل. انزل كده بكوبايتين 3. كده كده هوطي عليها النار، ههدي النار خالص واسيبها تستوي براحتها جنبي. هنعمل ايه تاني؟ تعالوا ما اقول لكم بقى. البطاطس جميله دي، غسله بطاطس حجم وسط كده، الحجم اللي موجود عندك، صغننه كبيره، اهم حاجه اغسليها وبميتها كده. يا دوبك هطلعها من الميه، مش هنشفها ولا اي حاجه. انا هصفيها بس عشان اعرف اتعامل مع ورق فويل. مقطعاه كده على قد البطاطسايه، ملح وفلفل وشطه، ملح وكمون وشطه. لو انت مش حابه الشطه مفيش مشكله، ما تحطيش شطه. يبقى ملح وكمون وشطه اهو زي ما انتم شايفين كده. هكتمها من الهوا خالص، هبرمها كده. بص هكتمها خالص خالص كده. مش هخلي الهوا يدخل فيها خالص. صينيه بقى، صينيه اي حاجه عندك. عشان ألمونيا حطيت لها معلقه خل عشان بس الألمونيا ما تزرقش مني. وهنزل بها ميه بتغلي، وعلى شبكة كده هسويها على البخار. بتبقى جميلة جميلة حلوة قوي. والملح والكمون والشطة مديها طعم حلو. برضو جنبنا شغلت الفرن وحطيتها فوق الشبكة اللي على طول. على طول لازقة في الفرن على طول من تحت. مش مرتفعة، لا، حطيت الشبكة وحطيته على طول. صينية بقى كده برام. اي حاجة عندك. دهنتها سمنة حلوة قوي. غاسلة 3 كوبايات رز. نص معلقة سكر، نص معلقة ملح. 3 معالق، 3 معالق زبدة. زبدة سمنة اللي موجودة عندك. ما عنديش قشطة، بيبقى بقشطة حلو قوي بس ما عنديش. حطيت معلقة زيت بس ذرة، بيلمعوا كده وبيخلي حلو، خلي الحباية كلها مفرفرة. هدعكوا، هعمله ببعضه كده، هضربه ببعضه قوي قوي. هبسه كده زي ما ببس الكحك. كده كده انا غاسله الرز ومصفيه على طول عشان ما يفرفطش. ودهنه الصينيه حلوه قوي. قلت الصينيه برام، اي حاجه موجوده، طاجن، اي حاجه عندك. ونزلت بالرز اللي انا مدمكاه كده ببعضه. وهو 3 كوبايات رز، حطيت 3 كوبايات لبن، وهحط كوبايه ميه بقى، لازم ميه. لازم الميه دي. حطيت كوبايه ميه كمان، مع نص معلقه قلنا سكر، ونص معلقه ملح. ما تكتريش الملح بتاعه. وتقليبه كده خفيفه خالص خالص عشان احنا دهنين البرام ما يلزقش فيه. ويفضل ايه، محافظ على نفسه. هنعمل ايه؟ هدخله الاول على الشوايه ياخد لون. اول ما ياخد لون كده اروح منزلاه مع ايه، مع البطاطس من تحت.
شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين الجمال، شايفين لونه تحت وفوق، لونه زي تحت زي فوق، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. البطاطس استوت، أخد ساعة علشان أنا المَيّة كانت بتغلي في بتاعة البطاطس ونزّلتها على طول منها للفرن، فاشتغلت بسرعة. لو رافعاها فوق الشبكة من فوق بتغيب في السوا، لأن البطاطس مصحّحة مش عاملين فيها حاجة. شايفين بسم الله ما شاء الله، بتبقى جميلة أوي. أكنِّك يعني هي مش أكنِّك، هي عاملة زي الخضار السوتيه، ولا سلقاها ولا محمّراها ولا، هي مشوية كده على البخار. حلوة أوي، إحنا غاسلينها طبعًا، اللي عايزة تقشّريها قشّريها، أنا مش باقشّرها. هي بتبقى جميلة كده أوي، أوي، أوي. أمّا تقدّميها كده مع صينية الرز اللي إحنا عاملينها الجميلة دي، وما جنب الكباب الحلة، بتبقى خطيرة جدًا، جدًا. سخّنت لها كده معلقة سمنة، لو عايزة تطشطشيها كده في طاسة تدّيها لون أوكي، عايزة تحطّي لها معلقة سمنة كده حُطّي لها، أنا هاحط لها بس معلقة سمنة كده كمان فوقها، تعمل كده صوص إيه كده جميل، مع رشة فلفل أسود خلاص، وهي أصلًا مالحة، شربت من الملح. شايفين بسم الله ما شاء الله، كل ده وأنا مهدية النار خالص، خالص على الكباب الحلة. أهي استوت خالص، سخنة بس سخنة جدًا، جدًا، لأ سخنة مش عارفة أتحكّم فيها، هي استوت جدًا لإن كل الوقت ده الساعة دي كلّها وأنا سايباها على النار، كل شوية لو لقيتها نشفت أروح حاطة لها نُص كوباية مَيّة بس بتغلي أهم حاجة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين يا رب وبصحة وسلامة، عيد مبارك عليكم وعلينا يا رب وعلى أمة محمد جميعًا. شايفين الجمال؟ شايفينه؟ حلو جدًا. أهو رشة كده فلفل أسود، يالّا بينا بقى نشوف رشة فلفل أسود على البطاطس، وممكن تقدّميها كده مصحّحة كل واحد بطاطسته. بسم الله ما شاء الله. شايفين الرز؟ لمّا بتحطّي مقدار الرز لبن وتحطّي كوباية مَيّة كمان، بالذات في الرز المعمّر بيبقى محتاج مَيّة زيادة أكتر شوية، بيبقى حلو أوي وبيبقى مفلفل وما بيحصلوش أي حاجة. شايفين اللحمة والرز كمان وهو في الفرن، أول ما يغلي وتشرّب كده اللبن بتاعه، تروحي مهدّية النار، هدّي النار عليه، وشه احمر ممكن تغطّيه، أنا ما غطّيتوش علشان أنا ما ألحقش، أوكي. شايفين البطاطس باقول لكم طعمها حلو أوي، أوي، أوي. يا رب بس تعجبكم، ما تنسونيش بدعوة حلوة. شايفين الجمال؟ أشوف وشكم بخير في فيديو جديد، مع ألف سلامة، في رعاية الله وحفظه، باي باي.